تفجير وتدمير فيديو جديد. النهارده يا جماعه انا هجاوب على تساؤل انا متاكد ان في ناس مستغربه، ازاي يا فادي انت في التجميعه ديت اخترت كولر مائي رغم ان انت كنت متعقد من الكولرات المائيه؟ انا في التجميعه القديمه كنت حاطط في الاول كولر مائي اللي هو الكولر ماستر نبتون 280 ال، وبعد كده اتعقدت منه وما ظبطش الحراره عندي واضطريت ان انا اجيب كولر هوائي نوكتوا دي 15. فطبعا انا متاكد ان الناس مستغربه اللي خلاك المره دي ترجع تحب الكولرات المائيه. بس قبل ما نبدا متنساش تعمل لايك، اشترك في القناه مش مشترك. طيب تعالوا بقى نفرز التعليقات بتاعه الفيديو اللي فات عشان نشوف مين سعداء الحظ واللي هيفوزوا معانا في المسابقه. وعلى فكره انا اديت فرصه بزياده لان المسابقه كانت لغايه يوم 5/1، النهارده هو 10/1 يا جماعه. هعلن بقى نتيجه المسابقه. هنرتب التعليقات من الاحدث ولازم هنزل بقى خالص تحت. 1244 تعليق. طبعا انا مش هاخد الريبلايز، وصلنا لاول تعليق خالص اهوت. انا هاخد اول تعليق دقيق عشان يبقى في عدل في الموضوع، ونقول مبروك اول فائز معانا في اول سؤال هو وان شوت كيت. اتواصلت معاه طلع اسمه ابو كريم من ليبيا، وطبعا طلع ما عندوش حساب انستا باي، فبعت له الجايزه بدلها كارتين جيفت ب $20 بلاي ستيشن ستور. السؤال الثاني والفائز معانا هنا هو جيمر 2080. الف مبروك يا جيمر. اتواصلت معاه وطلع اسمه جورج مينا، وبعت له الجايزه بتاعته ال1000 جنيه على انستا باي. السؤال الثالث للاسف السؤال نفسه طلع غلط، فدي مش التجميعه القديمه، دي التجميعه من زمان الازل. التجميعه دي اتعدل عليها حاجات كتير، وانا في السؤال كان قصدي التجميعه القديمه اللي انا حتى في الفيديو كنت اخد منها ال 1080 تي اي. بما ان السؤال نفسه غلط فانا هلغي السؤال ده تماما وهعيده تاني في الفيديو ده ولكن بطريقه صحيحه. سعر التجميعه القديمه كام بعد تعديل الحاجات اللي اتغيرت؟ اللي هو 980 تي اي ده لا، انا جبت بداله 1080 تي اي. الكولر ماستر في 1000 انا جبت مكانه كولر ماستر اللي هو الام دبليو اي 1050. وطبعا الهاردات مش مهم، يعني انا حاسب بالهارد اللي هو 6 تيرا جرين بس. طب دول هنعرف اسعارهم منين يا فادي؟ خلال الفيديو هيبقى في مقاطع فيديو صغيره كده فيها اسعار الحاجات ديت، ولكن انا كمان قلت فرصه بقى طالما عيدنا السؤال ندي فرصه لناس اكتر تجاوب. المره دي مش هختار اول واحد ولكن هختار كومنت عشوائي من الاجابات الصح. بالنسبه بقى للسؤال الرابع واول اجابه صح معانا، برافو 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 عمر منتصر. اللون ده فعلا يا جماعه لون كاكي، بس للاسف انا كتبت لعمر منتصر ريبلاي على الكومنت بتاعه ولكن للاسف هو ما ردش خالص، فالجايزه اوتوماتيك راحت لاول واحد صاحب اجابه صح بعده على طول وهو عز الدين سامي. وعلى فكره عز الدين طلع من المتابعين القدامى جدا بتوع اللي من ايام دمت سندوتش من ايام 2019. الف مبروك يا عز. دلوقتي بقى نخش على المسابقه التقيله بتاعت باتل فيلد 6 عشان نشوف مين سعيد الحظ اللي هيفوز باللعبه. طبعا هنا يا جماعه هاخد ناس خيار اللي للفيديو واقوم احطه في اليوتيوب راندوم كومنت بيكر فيتش. طبعا هنا هنختار الشروط. انا طبعا كنت قايل اني هاخد الناس اللي هي كاتبه باتل فيلد 6 اهو بالظبط زي ما انا كاتبها وبالمسافات وبكل حاجه. طبعا انا قافل الدوبليكيتس لاني مش عايز الكومنتات المكرره، انا عايز اللي كاتبين الكومنت مره واحده بس. وكمان انكلود ريبلايز هقفلها لان انا مش عايز الناس اللي كاتبه كومنت في ريبلاي على كومنت تاني، لا انا عايز الناس اللي كاتبه كومنت صريح لوحده كده. تمام جاهزين عشان هنعلن الفائز دلوقتي؟ جاهزين يا جماعه؟ يلا بينا كونتينيو. حلو جاهزين يا جماعه؟ دلوقتي هدوس بيكا وينر، هدوس بيكا وينر عشان نشوف مين هو الفائز. هي الفائز اسمه يلا تصميم، بقى كاتب اهو فعلا في الكومنت بتاعه باتل فيلد 6. الف مبروك يا يلا تصميم. اكتر حاجه بسطتني ان يوسف كان مبسوط جدا ان هو كسب، ودي اكتر حاجه يا جماعه بتفرحني. يعني دي مش مجرد فكره مسابقات بس، فكره ان انا ابسط حد دي حاجه بتفرحني جدا جدا جدا. والف مبروك يا يوسف. بس عايز اوضح نقطه، هو طلب مني طلب ان هو كان نفسه في لعبه جاتا في، يعني رغم ان هي ارخص فللاسف انا
انا اضطريت ان انا ما اوافقش، واتمنى ان هو ما يزعلش يعني، لان هي المسابقه على باتل فيلد، فما ينفعش ان انا اغير اللعبه حتى لو ارخص. يعني هي المفروض ان فيها وفر ليا. الف مبروك لكل الفايزين، وهارد لك اللي ما فازوش، ممكن تكسبوا ان شاء الله معانا في مسابقات جايه. على فكره انا متاكد ان في ناس دلوقتي مستغربه، لان الناس عارفه ان انا متعقد من الكولارات المائيه من ساعه ما اشتريت التجميعه اللي فاتت يا جماعه، اللي كان فيها البرسول ال 4790 كيب وال 1080 تي اي. شايفين دفعت كام؟ 18,000 لحلوح. الليح نحل بحلوح الليح كلها. لا كنت جبت كولر مائي رهيب جدا، كان شكله متوحش، حاجه تحس كده تحس انه حاجه جايه من الفضاء، لدرجه الناس لما شافوا شكل الكيسه بتاعتي قالوا لي ايه ده فادي، انت مركب، انت عامل مكوك، ده مكوك فضائي مش جهاز. لان شكل الكولر كان شكل غريب جدا فعلا، الكولر كان جامد قوي. الكولر ده يا جماعه لما جبته كان كولر 240 مللي، هو مروحتين بس يعني، تمام. الكولر ده يا جماعه لما كنت اركبه كنت الاقي الجهاز بيسخن قوي 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 قوي، لدرجه يقعد يقطع، تبقى بتلعب لعبه كل شويه استطرنج، حاجه مهوله. لدرجه في الاخر اضطريت ان انا اشتري مبرد هواء اللي هو النوكتوا دي 15، واللي اداني اداء احسن من الكولر المائي وقتها. توضيح يا جماعه، المبرد الهوائي ده انا جبته من الامازون، وسعره بالشحن والجمارك كان مقارب للمبرد المائي، عشان كده ما طلبتش منكم في السؤال بتاع التجميعه ان انتوا تعدلوا المبرد. تخيلوا المشكله كانت في ايه؟ المشكله ما كانتش في الكولر المائي ككولر مائي. عارفين المشكله الاساسيه كانت في ايه؟ ان ال 4790 كيب كان فيه عيب في التصميم انتل عملته وقتها عشان تسترخص، ودي كانت اول مره تحصل حاجه زي كده. ان بدا عارفين يا جماعه البروسيسور بيبقى فيه جواه اللي هي القطع الالكترونيه واللي فيها الانويه والكلام ده وكده، وفي غطا من فوق اللي بنحط عليه السيليكون. الغطا ده المفروض الطبيعي انه بيبقى ملحوم بالرقائق الداخليه بلحام سولدر، ده الطبيعي عشان لما تيجي تحط كولر من فوق يقدر ينقل الحراره للانويه ويبردها. اللي حصل بقى ان انتل بكل بساطه استغنت في البروسيسور ده عن اللحام السولدر، وتخيلوا قامت عملت ايه؟ حطت تحت الغطا اللي فوق اللي هو بين الاي اتش اس والداي، الغطا بلاش المصطلحات دي عشان بس اسهل عليكم، حطت سيليكون تجاري رخيص بينهم. السيليكون ده ما بينقلش الحراره بسهوله للانويه، مهما تبرد مهما تعمل البروسيسور بسهوله جدا بيعدي ال80 بسهوله جدا يا جماعه، بسهوله جدا. البروسيسور مهما تحط له كولر قوي كان بيعمل سيرمال ثروتلينج، وتلاقي البروسيسور بيسخن جامد. لدرجه انا في الصيف خدوا بالكم، رغم ان كنت مركب المبرد الهوائي النوكتوا في الصيف، لو ما فتحتش غطا الكيسه وحطيت مروحه الجهاز يسخن ويقعد يفصل ويرستر وحاجات. انتوا تعرفوا يا جماعه كمان المشكله في ان انا كنت جايب اصلا مش الفيرجن الاصلي كمان من ال 4790 كده، انا كنت جايب الفيرجن الاحدث اللي المفروض اقوى، اللي هو الديفل كانيون يا جماعه. حاطين سيرمال بيست انضف شويه، بس رغم كده الفكره نفسها فاشله برضك. البروسيسور كان بيسخن ويولع ومشاكل كتير، لان الفكره نفسها انت ليه اصلا تحط سيرمال بيست بين الشريحه بتاعه البروسيسور والغطا؟ ليه اساسا؟ هو طول عمره بيتعامل باللحام سولدر، ليه الفكره دي اساسا فكره غريبه كمان أساساً. حتى البروسيسور كان نظامه اللي هو ايه، من البروسيسورات اللي هو ايه، مجرد ما يعدي ال80 تلاقيه يفصل ويرستر وحاجات يعني. كمان حتى كتصنيعيا يعني البروسيسور كان غريب بصراحه يا جماعه، البروسيسور كان غريب جدا يا جماعه. المشكله الثانيه اللي ايه بقى، ان انا كان عندي البورده الجيجا بايت زي 87 اكس او سي فورس كان فيها مشكله، وان هي ما بتشغلش البروسيسور غير على فولت عالي. يعني انت لو قللت الفولت عشان تقلل حراره البروسيسور البورده تهنج وتقعد تراستر وشاشات زرقاء اللي هي الداي سكرين والكلام ده ما يشتغلش، لازم تحلل الفولت. فانت اصلا بروسيسور بيولع لوحده اساسا، وكمان لازم تعلي فولت البورده. خدوا بقى الانيال من ديت، الكولر كمان اللي كنت مركبه اللي هو النبتون 280 ال، كانت الكيسه ما ينفعش فيها يركب بالوضع الصحيح، في فراغ فوق كده لما تيجي تحط الكولر بالمراوح بالبتاع تبقى المراوح بتهب سخونيه على البروسيسور مش بتسحب السخونيه. كنت تخيلوا بروسيسور بيولع لوحده اساسا من غير اي حاجه، وكمان البورده بتزود الفولت، وكمان انا بدل ما برده بدل ما اسحب منه الهواء السخن عامل له ساونا، انا عامل له ساونا يا جماعه ده كان ده ايه ده؟ انا كنت عامل جهنم للبروسيسور مش يا جماعه.
اللي انا كنت عامله دوت. هو كان في حل وقتها كان ممكن يتعمل. هو الطبيعي المروحه بتتحط كده من فوق بالشكل الطبيعي، كان ممكن المروحه نفسها تتقلب، هي ما ينفعش تركب من تحت الكيسه. تصميمها غريب جدا يا جماعه، البورده لازقه في سقف الكيسه، ما ينفعش تحط كولر مائي. كان ممكن يتحط الكولر المائي عادي من فوق وكل حاجه، بس المروحه تتعكس بدل ما تتحط تحت الكولر عشان تسحب الهواء، هي نفسها تتعكس. ما كنتش اخد بالي من الموضوع ده وقتها يعني، فاهمني؟ لان المروحه بيبقى فيه فراغ كده صغير، فحتى لو عكستها عادي مش هتحك في الكولر. فانا ادركت بقى، خدوا بالكم، لما سريشت وبحثت في الموضوع كويس عرفت ان المشكله ما كانتش في الكولر المائي، المشكله كلها كانت في البروسيسور نفسه. هو البروسيسور تصنيع غلط، رغم انه كان بروسيسور متوحش ولكن كان بيوصل لحراره. يا جماعه انا كنت ارندر الاقي فجاه الحراره فوق ال 80، الجهاز عمال ينستر حاجه، ايه الهبل ده؟ بقيت مش مصدق ايه الجهاز بيعمل كده ليه. اخدم بالي واستغربت ان الكولر المائي اللي اخد شهره واسعه وانه بيبرد بقى تبريد خرافي مش قادر يبرد بروسيسور زي ده. فعشان كده يا جماعه دلوقتي بما ان البروسيسور ده ما فيهوش المشكله دي، لان رجعوا يعملوا اللي هو اللحام السولدر الطبيعي. وعلى فكره البروسيسور ده اصلا مصمم انه حتى لو وصل لدرجه ال100 يفضل شغال عادي، بس طبعا اداؤه يقل شويه، بس مش اللي هو مش زي ال 4790 كي يقعد يهنج ويرستر وحاجات، لا. فاهمين قصدي؟ لما فهمت رجعت احب الكولرات المائيه تاني. والمره دي انا جايب كولر مائي متوحش RGB يا جماعه، RGB. المراوح دي بيتم التحكم فيها من اللي هو الابلكيشن الايكو على الكمبيوتر، الونها زي ما انا عايز، والشاشه تعرض لي الحراره وحاجه. يا جماعه بجد بجد كولر متوحش، حرفيا كولر متوحش. اكبر حاجه حرفيا في الكيس يا جماعه، مش عارف، وتقيل قوي، وزنه غريب. انا قلت البروسيسور ده ما ينفعش اجيب له كولر 360، انا قلت لازم اجيب له 420، ما ينفعش. سخان كهربائي حرفيا. وكمان النويز يا جماعه بتاع الكولرات المائيه هدى كتير عن زمان. يعني زمان انا كنت بشغل اللي هو النبتون 280 حرفيا كأن في قطر معدي جنب البيت، صوت غريب لدرجه كان بيصحيهم في البيت. بكلمكم بجد يا جماعه، وده من الاسباب ان كمان ما عرفتش اكمل بالكولر ده. الكولر صوته كان بشع. اللي عرفته بقى ان الكولرات المائيه في الجديده في الترا لو نويز دوت، النويز بتاعته هاديه مش زي النبتون ابدا. عشان كده رجعت اجيب الكولرات المائيه من تاني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، استنوني فيديو جديد. سلام. استنوا رايحين فين؟ انا ما قلتلكوش سعر الباور سبلاي. فدخلت على موقع البدر جروب، اتلاقيت فيه عندهم كولر ماستر MWE 1050 واط فول موديولر، تمام. فقلت بس ده يبقى كويس، او كان مكتوب يعني ان سعره 8500، تمام. فقلت الاول قبل ما اعمل الاوردر اتصل اتاكد انه موجود. قالوا لي للاسف هو خلصان، مع انه على الموقع كان موجود. قالوا لي للاسف ان هو خلصان، ولكن في عندنا اللي موجود حاليا الاحدث منه اللي هو ATX3، نفس الماركه ديت، بس ATX3 اللي هو بيبقى فيه الكابل الجديد بتاع الكروت الحديثه بقى، اللي هي ال 4090 والحاجات ديت. في كابل كده يا جماعه بيبقى عاملينه، اللي هو طبعا الكروت دي بتحتاج باور عالي، يعني الباور نفسه 1050 واط، وكابل لوحده منه بيطلع 600 واط. بس قالوا لي طبعا دوت اغلى من 1000 جنيه، سعره 9500. فقلت خلاص مش مشكله، طالما كده بقى التاني مش موجود. قلت لهم خلاص ماشي اخد دوت. الV1000 ده كنت جايبه بكام تخيلوا؟ كان ب 1750. شوف الوقت عشان تجيب باور 1000 واط بتدفع كام؟ قرب 10000 جنيه. انتوا متخيلين يا جماعه الفرق؟ انتوا متخيلين الفرق عامل ازاي؟